السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشوني جدا. انا نور حسن. لو بتشوفي القناة لأول مرة ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل اشعار بأي فيديو جديد بينزل عندي. وما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو لو الوصفة بتاعت النهاردة عجبتك. طبعا الوصفة بتاعت النهاردة ما يختلفش عليها اتنين، يعني كبار صغار كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض بيتزا. عايزه اقول لكم حلوه جدا، موفره جدا جدا. هنعملها بنص فرخه بس. والعجينه طبعا انا عملتها معاكم قبل كده، كمان عجناها عجينه اقتصاديه جدا، وعايزه اقول لكم هشه وطريه وحلوه وفيها كل الحاجات الحلوه. لا استخدمنا بقى زبادي ولا لبن ولا مايونيز، عشان في ناس بتعجنها بالمايونيز كمان. تعالوا نشوف مع بعض الحشوه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه، وبعد كده اقول لكم عجنتها ازاي، لان انا مش مصوره العجينه. انا كنت عملتها معاكم قبل كده. معانا هنا كده طاسة فيها مادة دهنية، هنحط عليها 3 بصلات مفرومين انا فرماهم، وهحط عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود. بعد ما البصلة دبلت معايا هننزل عليها بقطع الفراخ، مقطعها كده مكعبات زي ما انتوا شايفين، علشان اقدر ان انا اوزعها على البيتزا. وهنسيب بقى كده الفراخ لحد ما تاخد لون، يعني صدمة، لونها يتغير كده تماما. اوعي تحطي عليها مية او اي حاجة علشان ما تبقاش زفرة او تعمل ريم، يعني يبقى ريحتها او طعمها مش حلو. فما ينفعش تحطي اي سوائل عليها غير لما لونها يغير كده زي ما انت شايفة. تمام. هنقلب فيها كده شوية، وبعد كده هحط لها صلصة من اللي انا عاملاها في الخلاط للبيتزا يعني، او ابشري عليها طماطمتين، اي حاجة. تمام. بصوا هي بتجيب ميتها لوحدها يعني. طبعا في الحلة التانية كنت حاطة برضو مادة دهنية، وحوالي معلقة كبيرة من التوم المفروم، وكان هو مطلعاه من الفريزر، فسيبته كده لحد ما فك خالص على نار هادية. وبعد كده بدأت ان انا اشوح فيه، واول ما بدأ ان هو ياخد لون ذهبي فاتح كده، احنا مش عايزين التومة تغمق، تحطي عليها شوية من الكزبرة الناشفة، وبعد كده تحطي عليه تقلبيها شوية، تخلي يعني ريحة الكزبرة تطلع كده مع التوم كويس. وبعد كده دلقي عليها الصلصة اللي انتي عملتيها، وحط لها ملح وفلفل اسود، بس كده. تمام. طيب بالنسبة للتتبيلة بتاعة الشاورما او الفراخ اللي احنا عاملينها مع بعض، انا حطيت عليها زي ما قلت لكم ملح وفلفل اسود على البصلة، بس كانت بتبقى حاجة بسيطة قوي. فهنرجع نحط شوية ملح وفلفل اسود تاني بقى على الفراخ، وبعد كده باحط شوية من الكمون والكزبرة الناشفة، ورشة بسيطة كده من القرفة، بتديها طعم حلو قوي وما بيبقاش باين قوي. ولو عايزة تستغني عن القرفة مفيش مشكلة، لان في ناس ما بتحبش القرفة في الاكل يعني، بس بجد هي طعمها ما بيبقاش باين وبتديها طعم حلو قوي. يعني بتغير كده طعم الفراخ ان هي تبقى زي الشاورما بالظبط، تبقى ريحتها حلوة. طيب انا طبعا الفراخ لونها غير وخلاص، وشوحتها كويس جدا. بعد كده هنا اقدر ان انا بقى اضيف لها مية، لا هتعمل ريم ولا هتبقى زفرة معايا. حطيت عليها نص كوباية من المية علشان الفراخ تستوي كويس جدا، لان انتوا عارفين انا بحب الحاجة تبقى مستوية كويس، متبقاش نية. تمام. وهنا كده كانت خلاص قربت ان هي تتشرب المية اللي انا حطاها، وبصراحة دقتها لقيتها لسه شوية، فزودت لها شوية مية تاني. المهم ان انا بفضل معاها لحد ما الاقيها استوت واوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. الصلصة كانت خلاص اتسبكت، انا مش بسبكها اوفر يعني. تمام. نيجي بقى هنا كده للعجينة. أنا كنت عاجنة 2 كيلو من الدقيق، الكمية اللي انتوا شفتوها في الصواني في أول الفيديو دي عبارة عن 2 كيلو من الدقيق، كيسين خميرة فورية أو معلقتين كبار من الخميرة الفورية، معلقتين كبار من الملح، معلقتين كبار من السكر، وعجنت بمية دافية. بس مش أكتر من كده. عايزة تعجنيها بلبن دافي تعززي القيمة بتاعة الدقيق، العجينة يعني، مفيش مشكلة لو انت عايزة تعززي القيمة الغذائية بتاعة الدقيق. عايزة تعملي حاجة اقتصادية أو موفرة أو على حسب المتاح عندك، اعجنيها بمية دافية، مش هتقول لأ. بجد طعمها حلو جدا، أصلا محدش يعرف إن انت عجنها بمية أصلا، بجد مش ببالغ يعني. جبت هنا صاج وحطيت فيه شوية من الزيت، وتقدري تحطي فيه سمنة أيا كان، دهنيها كده، وافردي العجينة بتاعتك وحطي الصلصة. وعايزة أقولك أنا لما عجنت العجينة بتاعة البيتزا، بعد ما بعجنها والعجينة بتلم معايا، بجيب مكعبين من الزبدة أو معلقتين كبار من السمنة، وبعجنهم في العجينة عشان العجينة يبقى ريحتها حلوة، وفي نفس الوقت بيخليها طرية كده وحلوة. تمام.
باحطهم في العجينة وباعجنها وبعد كده باغطيها واسيبها في مكان دافي أو احطها في فرن البوتاجاز طبعًا وهو مطفي يعني، علشان تختمر معايا بسرعة، لأنه عارفين طبعًا الجو مسقّع شوية اليومين دول، فعلشان تختمر معايا بسرعة. تمام، نرجع بقى هنا كده للصاج بتاع البيتزا الحلو ده. فردت العجينة وحطيت الصلصة، حطيت عليها قطع الفراخ ووزعتها كويس، وبعد كده هنيجي بقى بالجبنة الكيري. أنا مش هاستخدم جبنة موتزاريلا، بس لو انتِ حابة إن انتِ تحطي جبنة موتزاريلا براحتك، المتاح عندِك. تمام، هاستخدم جبنة كيري سايبة و جبنة رومي، بس مش هاحط الجبنة الرومي دلوقتي، يعني أنا حطيت الجبنة الرومي في الآخر بعد ما خلّصت كل الصواني، رشيت عليهم كلّهم مرّة واحدة كده جبنة رومي، ما خدتش معايا وقت، كنت حاطاها في الفريزر ولمّا فكِّت بابشرها أو باقطعها كده باكسّرها بإيديّا، فبتبقى بكل سهولة يعني. أنا ما باشتريش الجبنة الرومي اللي هي مبشورة، لأ أنا باحب أنا أعملها بنفسي. تمام، عملت الصاج وآدي وطبعًا باركن بقى جنبي هنا كده باسيبهم شوية لحد ما أخلّص كل الكمية، وبعد كده شغّلت الفرن واشتغلت عادي جدًا. بافضل بقى أفرد كده في العجينة، وبعد كده نسيت أقول لكم على حاجة كمان، أنا باعملها بالشوكة كده، باشكشك العجينة بالشوكة زي ما هتشوفوا دلوقتي، علشان ما تنتفخش في الفرن أو ترتفع أوي أو تنتفخ زي العيش يعني. فأنا باعملها كده بالشوكة فتحات عشوائية كده. هنا كنت بافرد العجينة تاني علشان عمّالة تلِم معايا. فبعد ما باعملها بالشوكة باحط عليها الحشوة وأكمّل عادي جدًا. زي ما أنتم شايفين بجد هتعجبكم جدًا، جرّبوها وإن شاء الله تعجبكم، واكتبوا لي في التعليقات لو حابين إن أنا أعمل معاكم أي وصفة أو أي طبخة، أي أكلة، أي استفسار، كلموني في التعليقات وأنا إن شاء الله هارُد عليكم. عايزة أقول لكم إن الجبنة الكيري بيبقى طعمها حلو فيها، بتدّيها طعم حلو وبتسيح كمان في البيتزا، يعني هي بتسيح وبتدّيها طعم حلو بس مش بتمُط، يعني خلّينا متّفقين، يعني أنا مش هاكدب عليكم. بس هي بتدّيها طعم حلو بجد يعني بيفرق. أنا بصراحة أنا ما بقيتش أقدر إن أنا أستغنى فعلًا عن طعم الجبنة الكيري في البيتزا. عندِك موتزاريلا حُطّي مش هتقول لأ. وكمان عايزة أقول لكم لو أنتِ حابة إن أنتِ تقطّعي فلفل أخضر أو فلفل رومي يعني أو فلفل ألوان، عايزة تقطّعي طماطم، عايزة تحطّي زيتون، حُطّي في البيتزا، بس الأولاد ما بتحبش كده. يعني أنا معظم الأولاد بتشيل الحاجات دي من البيتزا، فأنا بقى على إيه، أنا أحط بقى طبق مخلل جنب البيتزا وأنا باقدّمها، طبق كاتشب، مايونيز زي ما تحبوا تاكلوا بقى مع البيتزا، شيبسي، بس شيبسي طبعًا بعيد عن المقاطعة، أي نوع شيبسي بعيد عن المقاطعة. تمام، ممكن تحطّي برضه حاجة ساقعة برضه بعيدة عن المقاطعة، نستخدم إحنا يعني برضه مقاطعين يعني بصراحة، يا ريت كلنا نلتزم بالموضوع ده لإن هو مهم جدًا، جدًا، ما حدش يستقل بيه. تمام، فأنا حطيت هنا كده جبنة رومي زي ما قُلت لكم، كنت باكسّرها وبدأت إن أنا أرُش، هتشوفوا حتى لمّا أنا أقرّب التصوير على الصواني والصاج هتلاقوني حطيت الجبنة الرومي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، ودي كانت وصفة النهارده. عملنا بُصّوا 4 صواني وصاج، يعني يعتبر 5 صواني من البيتزا بنُص فرخة وجبنة كيري ورومي وطماطم، يعني الطماطم مش غالية over، يعني الكيلو ب8 جنيه دلوقتي يا جماعة، وفي ب6.5 كمان. فلو عملتِ حاجة كده الأولاد بيحبوها بجد هتفرق جدًا، جدًا معاهم، الأولاد بتحب الحاجات دي جدًا وبيطلبوها كتير، فأحسن من برّه وأوفر كمان. وبُصّوا عملنا قد إيه، إحنا الحاجات دي يعني ما كلّفتناش خالص يعتبر، مش تكلفة over. لو أنتِ عملتِ كل الحاجات دي في البيت الأولاد هتحبها جدًا، جدًا، وتغيير يعني عن الأكل بتاعنا والطبيخ والحاجات دي. عايزة أقول لكم إن أنا سويت في الفرن الرف اللي في النُص على درجة حرارة عالية، باشغّل الفرن بس، ولمّا تبدأ تاخد لون دهبي من تحت شغّلي عليها الشواية دقيقتين 3 تاخد لون دهبي من فوق زي ما أنتم شايفين خفيف كده. بس كده خلاص البيتزا بتاعتي بتبقى استوت، وبألف هنا عليكم، ما تنسوش تعملوا لايك.